طبعا اعدائه من بعض يعني اقباط الخونه العملاء اللي انتقم منهم ربنا انتقم منهم برضو. كانوا اخدوا عشان يسكتوا الباشمهندس اشرف يس، اخدوا صور بناته وابتدوا يعملوا فيها فوتوشوب ويعرضوها بطريقه مش كويسه. الراجل حزن حزن شديد جدا على الوضع ده وعلى دناءة اخلاق الاخرين. مساء الخير أحبائي في مصر والعالم كله. من قناة الصوت الصارخ أقدم لكم هذه الحلقة. برضو عشان ما أحبش أن أنا يعني أنهي هذه الحلقة بدون ما أذكر حاجة مهمة جدا. الباشمهندس الله يرحمه الباشمهندس أشرف يسّ. بتمر الآن 4 سنوات ذكرى على وفاة الباشمهندس أشرف يسّ. والباشمهندس أشرف يسّ الحقيقة كان صديق عظيم جدا جدا على الفيسبوك، وكان يعني بيدافع عن حقوق الأقباط وبيدافع عن حقوق الأقباط المعتقلين، وكان ليه آراء حقوقية جامدة جدا وبيطالب بعدم خطف القبطيات، وناصر قضايا كتير جدا وطلب بحقوق شهداء ماسبيرو. لكن للأسف عندنا برضو في أقباط بعض الخونة اغتالته، مش اغتيال نفسي أو اغتيال معنوي، الله أعلم. في ناس بتقول لك ممكن يكون اتسم زي المرحوم وجيه حلمي يعقوب، ولكن هو كتب بوست قبل ما يموت بيوم. في البوست ده كان بيشتكي فيه من دناءة أخلاق البعض. البوست الأخير اللي كتبه الله يرحمه الباشمهندس أشرف يسّ يوم 2 ديسمبر 2019، واللي كان حزين جدا على تدني أخلاق العملاء من بعض الأقباط واللي كانوا عملوا فوتوشوب على أسرته. كتب فيه بيقول: احذروا أولئك الذين لم يتلقوا التربية اللازمة في بيوت بلا سقف أخلاقي ومتفسخة ومتدنية في كل شيء. الله يرحم الباشمهندس أشرف يسّ. دناءة أخلاق البعض اللي بيستخدموا وسائل منحطة لإرهاب الآخرين في الفكر. فمش غريب إن هو يكتب البوست ده يوم 2 ديسمبر ويتوفى في 3 ديسمبر. طبعا أعدائه من بعض يعني أقباط الخونة العملاء اللي انتقم منهم ربنا انتقم منهم برضو. كانوا أخدوا عشان يسكتوا الباشمهندس أشرف يسّ، أخدوا صور بناته وابتدوا يعملوا فيها فوتوشوب ويعرضوها بطريقة مش كويسة. الراجل حزن حزن شديد جدا على الوضع ده وعلى دناءة أخلاق الآخرين، وللأسف نام وما قامش تاني. نام وما قامش تاني. السلام لروح الباشمهندس أشرف يسّ. السلام لروح الباشمهندس أشرف يسّ. كان دايما يكتب بوستات، وكان تحت كل بوست بيكتبه كان بيكتب بيت شعر مشهور في قضية في قصيدة النيل. قصيدة النيل اللي غناها الملك محمد منير، اللي بيقول فيها: ولسه بيجري ويعافر، ولسه عيونه بتسافر، ولسه قلبه لم يتعب من المشاوير. ولسه بيجري ويعافر، ولسه عيونه بتسافر، ولسه قلبه لم يتعب
من المشاوير. قلبه تعب، قلبه تعب في النهاية من خسة البعض وندالة البعض اللي كانوا بيدعوا انهم مسيحيين ويعرفوا ربنا. في ناس قالت لك يمكن تسمى زي ما تسمى الشهيد وجيه حلمي يعقوب. في ناس قالت لك لا، ده الألم النفسي ممكن يؤدي لأكتر من ده، فده تم قتله نفسيا. في الغالب ممكن يكون حصل له جلطة في القلب من كتر التفكير في الإساءة اللي توجهت له، وهو راجل محترم جدا وأخلاق عالية جدا. الله يرحم الباشمهندس أشرف يسا، ومش هننساه أبدا أبدا.